سقوط امرأة وابنها من الطابق الخامس بمدينة تنصورت ضواحي مراكش وشبهة الانتحار. تدخل الدرك الملكي بشكل فوري حينما أشعر بالحادث، فوجد الأم فارقت الحياة للأسف، سنها 44 سنة وابنها 24 سنة لا زال على قيد الحياة. أخذ بشكل سريع إلى المستشفى من أجل إنقاذ حياته، وبمجرد أن دخل الدرك الملكي على الخط دخل إلى الشقة في إقامة إشراق سكن. كانت المفاجأة، فوجدوا جثة ابنها الثاني سنه 8 سنوات فارق الحياة. فتدخلت النيابة العامة المختصة لاستئنافية أكادير بممارسة التحقيقات. فعلا شبهة الانتحار في هذه الحادثة الأليمة والمأساوية التي هزت مدينة تنصورت القريبة من مدينة مراكش، والتحقيقات جارية لحدود اللحظة. سأقدم مزيد من المعلومات بعد ظهور المزيد من البيانات في التحقيقات. فعلا كارثة ومأساة حقيقية تهز هذه المنطقة.